والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. اليوم جبت لكم طاجين زنبي على الاخر، طاجين المرقاز. نحطوا بصله تتخلى ونحطوا معاها كعبات المرقاز بتاعنا، دوب نعطيهم تشويحه كده حتى هو اللحم مفروم يطيب، يعني ما يسحقش برشا وقت. راهو طاجين بنين برشا ان شاء الله تجربوا. باهي هو هذايا المرقاز نتاعنا بعد ما حمرنا مع شويه خل نحطوه في معون هكا. هذا مرقازنا بعد ما حمرناه مع شويه بصل، وهذوما مكونات نتاع الطاجين الكل. عنا بطاطا كلنا نعرفوا كيفاش نبدوها، يعني قصوها هكا مربعات ونحمروها بشويه زيت وكركم. عنا المعدنوس نتاعنا، وعنا شويه بصل مقصوصين، وعنا شويه شطه، الكل على بعض نحطوه الكل على بعضه. كيف تراو ساهل، ديما نعطيكم كان حاجه سهله واللي في صح تحضروها. باهي باش نحط العظام نتاعنا نجبد. هذا يجبن نحط الكل مع بعضه. باهي نحطوا العظام نتاعنا، عندنا 6 كعبات مبدئيين، كان ناقص نزيدو. راهو بنين 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 بنين، حاجه زمنيه على الاخر على الاخر. ان شاء الله تجربوها تعطوني رايكم. باهي نحط شويه خميره نتاع مرطبات باش ما يجيناش مرصص الطاجين، يجي خفيف هكا يزي. نخلطو وعينا ميزانه في العظام. انا مثلا باش نزيد على الاقل كعبه اخرى. باهي تو بعد ما زدنا كعبتين عظام نتاعنا طاجينا ولا هكا باهي صافا، باش نحطوه تو في الطبق نتاعنا ونحطوه في الفور يطيب. باش نصب فيه الخليط نتاعنا. نحاول نحطو كعبات مرقاز هكا من فوق باش يبدو ظاهرين، باش يظهر اللي هو طاجين مرقاز. هذه النتيجة النهائية نتاعنا نتاع طاجين المرقاز. هذه سفرتنا، ان شاء الله تاكلوا صحة وبالشفاء. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتجربوا الطاجين.